طيب أخونا، من الذي قتل الإمام الحسين؟ نريد أنتم بالدليل. الشيعة طيب قتلتوه، أنتم ممكن غادرتوا دليل؟ به. ممكن الدليل تقدم لنا من كتب السنة؟ والله يا أخي، ليش دليل؟ يعني أنتم عارفانين الحقيقة بس أنتم مخفينها، يعني كل الدنيا تدري أنتم من ضيفنا قتل الحسين ضيفنا وغدرتوا بهم في العراق هذا الكلام وتفتشون عليهم حبيبي وتنوحون. حبيبي، هذا الكلام اي واحد يقدر يحكي به. انا اقدر اقول السعوديه قتلوا الحسين، اقدر اقول اليمن. هذا الكلام اي واحد طيب يقدر يدعي به. تمام دقيقه لا تقاطع المد، لا اكتمل دقيقه. انت تدعي على مجموعه من طائفه هم قتلوا الحسين، نريد دليل. اما انا استطيع اثبت لك من كتب السنه الذين قتلوا الحسين هم رموز عند اهل السنه امام العالم. اثبت لي الآن. يلا طيب، اثبت لي. اكتم المايك. اذا هو لا يوجد عنده دليل ان الشيعة قتلوا الحسين، وبالدليل قال اثبت لي. يعني هو ما يقدر يثبت، انا راح اثبت لك. في كتاب مسند الامام احمد بن حنبل، قبل مسند أحمد بن حنبل تذهب إلى كتاب تاريخ الطبري الجزء 7 لأبو جعفر محمد بن جرير الطبري، يقول: وإن زعيم الكتيبة التي قاتلت الحسين بن علي رضي الله عنه، هكذا مكتوب، عمر بن سعد. إذن الطبري العالم السني يعترف أن الذي قاتل الحسين عمر بن سعد. طيب ما هو عمر بن سعد؟ يقول الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في كتاب مسند الصحابة فضائل الصحابة عند باب اسمه عمر بن سعد، ويقول إن عمر بن سعد من الثقات وهو من التابعين رضوان الله عليه. كيف الإمام أحمد بن حنبل يترضى على قائد جيش الذي قاتل الحسين بن علي؟ تفضل. مو صحيح، ما عندك دليل. مو صحيح. احنا مو صحيح. تفضل. احنا كسنة عرفانين الحقيقة. انتم اكتم المايك. ما عنده رد. مو صحيح. انا هم اقول لك كل شيء كل ما سوف مو صحيح. طيب شنو دليلك يا علاء؟ انا اقول لك مو صحيح. احنا الشيعة عارفين انفسنا على حق، ويجي المسيحي يقول انتم من المسلمين مو صحيح. احنا المسيح عارفين انفسنا على حق، ويجي السني هذا اي واحد يدعي بي. يا رجل استحي على وجهك، استحي، مو صرت مضحكة امام العالم. هسه السنة قاعد يغمون عليك، يقولوا لك ام ذاك، انزل من البث من فضاحتنا فضاحة الامة العربية. تفضل. عندما تفتري الفرية على أناس قدم دليل. ما قدم الدليل، أنا قدمت دليل إليك، ما تقدر تسقطه بدليل، راح تتكلم من راسك، وأنت عاجز أمامي الآن أن تنزه رموزك من قتل الحسين بن علي. تعال إلى كتاب السواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي، يقول، نعم، في الصفحة 286 يقول: يحرم على الواعظ أن يتحدث بمقتل الحسين بن علي، فإن التحدث بمقتل الحسين فيها بغض للصحابة. سؤالي، هذا عالم سني وهو الإمام الغزالي وابن حجر الهيثمي في كتاب السواعق المحرقة يحرم أن نتكلم بمقتل الحسين فإنه بغض للصحابة. ما علاقة الصحابة بمقتل الحسين؟ واذا تقول لي اثبت لي، طلع لي الكتاب، اطلع لك الكتاب بالشاشه وامام العالم، بشرط رد علي باطروحه وادله بما انكم اهل الحق كما تدعي. تفضل. تفضل يا شيخ حاج علاوي، يا شيخ حاج علاوي، يعني كل شيء مبين ومعروف. يعني انتوا ايش صار؟ شكرا لك. سقط السني على أعقابه، يتكلم من رأسه ولا يوجد رد. أنا لدي 50 قول عالم و100 رواية في كتب السنة والجماعة تقر إن الذين قتلوا الحسين هم أناس ممدوحين في كتب السنة. 5 من الذين رأوا النبي وجلسوا مع النبي وصحابة للنبي كانت لهم يد في مقتل الحسين سلام الله عليه أمام العالم. عندي أنا شيعي ورافضي وأتبختر على معتقد السنة بأدلتي وأطروحتي،
فإذا كان صاحب دليل وصاحب علم فليتفضل يسقط ما أدعيه من الأطروحة والأدلة. سنرى.